بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في قناتي من مطبخ عبد الرؤوف. اليوم جبت لكم وصفة الفطاير سهلة جدا، غير بالفارينة. نفوتوا المقادير هذه الوصفة. نحتاج في هذه الوصفة رطل الفارينة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة خميرة الخبز ممسوحة، ملعقة كبيرة سكر، ماء دافئ للعجن نشلموا بها العجينة. نبداو نحطوا الفارينة، نحطوا الملح في جهة، نحطوا من الجهة الأخرى الخميرة والسكر. نبدأ نلوح الماء الدافئ، نلم العجينة تدريجيا حتى تصبح عندي العجينة متلاصق في اليدين، ونعجنها مدة حوالي 10 دقائق. بعد ما عجنتها مدة 10 دقائق نحطها في الصحن تختمر لمدة من نصف ساعة إلى 45 دقيقة. بعد ما خمرت لي العجين تاعي وفاتت عليها 45 دقيقة أو أكثر، نقسمها إلى قطع. أنا هذه الكمية هذه جاتني 10 حبات. نستعين بالزيت لأنه العجينة تلتصق. قصيت هذيك العجينة إلى كويرات صغيرة كما راكم تلاحظوا، ونغطيها بغلاف بلاستيكي ونحطها لمدة حوالي دقيقتين. تزيد تخمر للمرة الثانية. ما بين ما الزيت نتاعي حطيتها راهي فوق النار هادئة باش تسخن. هنا الزيت سخنت وراح نبدا نحل كل كويرة بهذه الطريقة. كي نلوح الحبة داخل الزيت نلوح عليها الزيت بهذه الطريقة. هنا الحبة نتاع الفطاير تاعنا راهي انتفخت مليح وعطات اللون الذهبي. ما تنساوش تتبعوا طريقة الوصفة باش تنجح لكم. واللي
جربت الوصفة هذه تخلي لي تعليق في الأسفل.